يا مساء الجمال. في عالم مختلف عن عالمنا البشر نوعين، نوع طبيعي ونوع عنده قدرات مفيش عقل يتصورها، والاتنين في صراع مستمر لحد ما تيجي بنت صغيرة وتقلب الموازين. ازاي؟ ده اللي هنعرفه، بس الأول ما تنساش اللايك، ولو أول مرة تشوف قناتي اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حكايتنا بدأت مع البنت اللي عندها 7 سنين واسمها كلوي، وعمرها ما خرجت من البيت اللي عايشة فيه، وبنعرف إنها عايشة مع باباها هنري، ومامتها ميتة بقالها كام سنة لما كانت لسه بيبي. وكلوي كانت متعودة تبص كل يوم من فتحة صغيرة في الشباك على عربية الآيس كريم، بس الغريبة إنها بتلاحظ كل يوم حاجات غريبة بتحصل، مثلا زي الطيور اللي بتبقى واقفة في السماء وما بتتحركش، وكأن مفيش حياة بره البيت ده. وهنري كان دايما بيزعق لها لما بتبص بره البيت، وكان دايما بيمنعها من الخروج، وده لأنه مفهمها إن العالم كله ناس أشرار وعايزين يموتوها زي ما موتوا مامتها، وطول ما هي جوه البيت هتبقى في أمان. وكان عامل خطة ومتفق مع ستيف جارهم هو ومراته نانسي إنه لو حصل له حاجة في أي وقت ياخدوا كلوي بنته عندهم ويخلوا بالهم منها قصاد مبلغ كبير هيوصلهم كل أول شهر. وفي يوم هنري كان بيلعب مع بنته كوتشينة، وفجأة عينه بدأت تنزف دم، وكلوي ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل ده. ساعتها قال لها لو حصل معاكي حاجة زي كده وعينك نزفت دم لازم تقولي لي. وبعدها كلوي راحت تنام في أوضتها. وقتها سمعت صوت في أوضة صغيرة، ولما فتحت الباب لقت ست بتصرخ، فالبنت هي كمان فضلت تصرخ وتقول امشي يا شبح. ولما فتحت الأوضة تاني الست اختفت. وتاني يوم كلوي صحت على صوت عربية الآيس كريم، ولما بصت عليها من الشباك لقت هاربر جارتهم بتشتري آيس كريم. ساعتها كلوي فضلت تتمنى ان هاربر تجيب لها آيس كريم، ومع ان البنت مش سامعاها ولا حتى تعرف اسمها، الا ان كلوي اتفاجئت بيها واقفة على باب البيت وجايبه لها آيس كريم، وكانت خلاص هتاخده، لكن هنري شدها بسرعة ومنعها. والغريبة ان البنت ندهت على كلوي باسمها، وده اللي خلى هنري مستغرب لان عمره ما خرج بنته بره البيت ولا عرف حد بيها. فسألها اذا كانت خرجت وقابلت هاربر، بس البنت اكدت له انها عمرها ما خرجت من البيت قبل كده، لكنه ما كانش مصدقها وحبسها في الأوضة الصغيرة كعقاب ليها عشان فتحت الباب. وتاني يوم فتح لها الباب وفضل يعتذر لها، لكن هي كانت لسه زعلانة منه وقالت له انها نفسها تخرج من البيت، فوعدها انه هيجيب لها آيس كريم بشرط انها ما تفتحش الباب لحد تاني. بس المفاجأة ان بعد شوية كلوي اتفاجئت بيه راجع من السوبر ماركت متصاب إصابة شديدة وعمال ينزف، بس هي كل اللي كان شاغلها الآيس كريم، وفضلت تدور عليه في الباسكت اللي كان جايبه بس ما لقتش حاجة، وعشان كده فضلت تزعق لباباها وتقول له فين الآيس كريم اللي وعدتني بيه. وقتها هنري اغمى عليه من الإصابة. وبعدها كلوي سمعت صوت عربية الآيس كريم في الشارع، فأخدت $100 من الخزنة بتاعت باباها وخلفت وعدها لهنري وطلعت تشتري آيس كريم بنفسها. ودي كانت أول مرة تطلع فيها بره البيت. ساعتها الراجل العجوز بتاع الآيس كريم طلب منها تدخل العربية وتنقي النوع اللي نفسها فيه. وفي الأول كلوي كانت مترددة، بس دخلت العربية أول ما قال لها إنه هيوديها الجنينة اللي بيلعب فيها كل الأطفال. وفي السكة شافت يافطة عليها واحد بينزف دم من عينه، ومكتوب على الصورة اتصل بالنجدة لو شفت حد زي كده. وقتها قالت للراجل بتاع الايس كريم ان باباها بينزف من عينه زي الراجل ده، فسألها اذا كانت هي كمان نزفت من عينيها قبل كده، بس كلوي قالت له لا. ولما وصلوا الجنينة الراجل بدأ يمرجح كلوي وسألها اذا كان في حاجة تقدر تعملها الناس الباقية ما تقدرش تعملها، لكن كلوي ما ردتش لانها كانت بتلعب. فعم الحاج بدأ يمرجحها جامد لدرجة انها كانت هتقع، وده عشان يخليها تخاف وتظهر اي قوة عندها. بس البنت خافت وطلبت منه ينزلها. وقتها في واحد شرطي شاف اللي بيحصل، ولما سأل ايه اللي بيحصل الراجل قال له ان جد كلوي، لكن البنت قالت له انها ما تعرفوش وانها عايزه تروح البيت. فالظابط قال للراجل يبين عينه، فالتاني قال لكلوي ان الظابط ده من الناس الوحشين اللي قتلوا مامتها. فالبنت اتعصبت وفضلت تهمس للظابط وطلبت منه انه يمشي، وفعلا مشى. وهنا بنعرف ان كلوي عندها قدره انها تدخل عقول الناس وتجبرهم يعملوا اي حاجه هي عايزاها، وكده الراجل عرف ان كلوي عندها قدرات خارقه. بعدها فضل يحكي لها عن مامتها ميري وادالها صورتها، وقال لها انه جدها ابو مامتها واسمه ألين. ولما وصلوا البيت ادالها كيس فيه بودره وقال لها اول ما تسمعي صوت عربيه الايس كريم تحطي من البودره دي لباباكي في العصير، ولما يشربها هينام وتطلعي تقابليني. وفعلا البنت اخدت البودره ودخلت البيت. وبعد شويه هنري صحى من النوم ولقى كلوي بترسم في اوضتها. وقتها اتعصبت على باباها وتقول له انت كدبت عليا بخصوص الناس الوحشين اللي بره البيت، وفضلوا يتخانقوا. وبالليل فضلت تبص لصوره مامتها وتتخيل شكلها. ساعتها طلعت اصوات تاني من الاوضه الصغيره، بس المره دي كلوي اتاكدت ان الست دي مش شبح وانها مامتها، ولان كلوي عندها قدرات خارقه تقدر تشوف اي حد موجود في اي مكان وتتكلم معاه. بس ميري مامتها ما كانتش مصدقه ان دي بنتها، وفضلت تصرخ وتقول لها انت مش حقيقيه وانها مجرد هلاوس في دماغها. فالبنت خافت وقفلت الباب. بعدها لقت باباها قاعد قدام التلفزيون ورايح في النوم، فاستغلت الفرصه وحطت السماعه في ودانها. وقتها عرفت من الاخبار ان الناس اللي بتنزف من عينيها دول اسمهم فريكس ومعناها غريب الاطوال وعندهم قدرات خارقه، وان الحكومه بتطارد الناس دول
دول وبتقتلهم، لان من كام سنه في واحد منهم دمر مدينه كبيره وموت الاف الاشخاص، واللي مسؤول عن مطارده الناس دول هم فرقه اسمها AGF بقياده واحده اسمها راي. والست دي عملت سجن للفريكس في جبل مادوك، وهناك بتعمل عليهم تجارب وتدربهم عشان تقدر تستخدمهم كسلاح في الحروب. وبعد ما البنت سمعت الحقيقه عرفت انها من اصحاب القدرات الخارقه، لكن هي طول عمرها كانت بتتمنى انها تكون بنت عاديه عايشه مع اب وام عاديين في بيت طبيعي، وكانت بتلعب بعرايس ورق وتتخيل انهم اصحابها. ساعتها اتفاجئت بهاربر جارتهم هي واصحابها جوه اوضتها، بس الحقيقه انها انتقلت ليهم بقدرتها الخارقه وهي دلوقتي اللي في اوضتهم. ساعتها البنات فضلوا يتنمروا عليها ويقولوا لها انها من الفريكس، فالبنت فضلت تصرخ لحد ما البنات اختفوا تاني. في اللحظه دي سمعت صوت مامتها في الاوضه، وقتها بنعرف ان مامتها هي كمان عندها قدرات خارقه ومحبوسه في جبل مادوك وبيتعمل عليها تجارب، وانها لسه لحد دلوقتي ما ماتتش. وبعدها اختفت تاني. وتاني يوم كلوي حكت لباباها على اللي شافته وان مامتها لسه عايشه، لكن هنري ما صدقهاش. ساعتها ما لقتش قدامها حل غير انها تخدر باباها زي ما جدها قال لها، بس هنري فهم اللي هي عايزه تعمله وطلع جري وراها، فكلوي استخدمت قدراتها واجبرته ينام. وفي اللحظه دي عين كلوي بدات تنزف لاول مره، وخرجت من البيت لجدها اللي شرح لها ان مامتها ما ماتتش ومحبوسه في جبل مادوك، وانه عنده خطه عشان يهربها من هناك. والخطه دي هي انه يقابل راي رئيسه AGF ويكذب عليها ويقول لها انه قسيس ولقى كلوي قدام الكنيسه وتبناها، ومع الوقت اكتشف انها من اصحاب القدرات. وبعد كده طلب من راي انها تاخد كلوي لجبل مادوك وتحميها، بس بشرط ان هو كمان يروح معاها عشان ياخد باله منها. وقتها راي كشفت على عين كلوي وتاكدت انها من الفريكس لما شافت اثار دم على عينيها، وبعدين شافت عين ألين بس ما لقتش اثار دم، والخطه كانت ماشيه تمام. بس كلوي لما سمعتهم بيقولوا عليها الكلام ده اتعصبت وطلعت تجري. ساعتها راي طلبت دعم عشان تقبض على الاثنين، لكن كلوي وجدها قدروا يهربوا واختفوا فجاه، وده لان ألين هو كمان عنده قدرات خارقه وقدرته هو الاختفاء، وكمان كان بيستخدم مواد كيماويه عشان يخفي اثار الدم من على عينه. وبعد ما الاثنين هربوا ألين قرر انه ياخد كلوي عنده البيت عشان يعلمها ازاي تستخدم قوتها وتقدر تساعده انه يهرب مامتها من جبل مادوك، لكن كلوي اتعصبت واجبرته بقدرتها انه يرجعها البيت. ساعتها هنري ظهر فجاه واخد ألين والعربيه واختفى وربطه في الكرسي جوه البيت، وبعدين رجع لكلوي تاني وبدا يشرح لها كل حاجه. وقتها بنعرف ان هو كمان من اصحاب القدرات وقوته انه يقدر يبطئ الوقت في العالم كله ويخلق فقاعه اللي جوه منها بيكون طبيعي، وده اللي بقاله سنين بيعمله حوالين البيت اللي عايشين فيه. يعني بالنسبه للعالم مامة كلوي اتحبست في جبل مادوك شهرين، لكن بالنسبه لهنري وبنته فات 7 سنين. بعدها هنري قرر انه يروح بيت ستيف ونانسي عشان ينفذوا الاتفاق اللي بينهم ويخبطوا كلوي عندهم. ساعتها ستيف وافق وبدا يعرف كلوي على نانسي مراته وهاربر بنتهم، لكن نانسي اتعصبت اول ما عرفت ان كلوي من الفريكس ورجعت عن الاتفاق اللي بينهم. فهنري طلب منهم ما يجيبوش سيره للشرطه عن اللي شافوه، وهو هياخد بنته ويمشي. ولما رجع البيت كان متفاجئ ان بنته بتنزف من عينيها وحبسها في الاوضه لحد ما يقرر هيتصرف ازاي. ساعتها كلوي شافت مامتها في جبل مادوك، بس مفيش ثواني والحراس سحبوها بره الاوضه عشان ينفذوا فيها حكم الاعدام. ولما طلعت من الاوضه حكت لهنري على موضوع مامتها، وفي الاول ما كانش مصدقها، لكن لما ألين شرح له صدق كل حاجه. واللي حصل ان ألين وماري هاجموا جبل مادوك عشان يدمروه، لكن الحراس قبضوا على ماري وهو نجح انه يهرب، وكان مفكر انهم هيقتلوها لكن هي اتحبست بس. وقتها كلوي شافت نانسي جارتهم وهي واقفه مع شرطه، فاستخدمت قدرتها عشان تعرف هما بيقولوا ايه، وعرفت انها بتبلغ عنهم وبتقول ان كلوي من اصحاب القدرات، فاتحكمت في عقل الشرطي وخلته يطعن نانسي في عينيها. ولما الشرطه وصلت وشافت نانسي بتنزف من عينيها افتكروها من الفريكس وضربوها بالنار. ساعتها هنري اتعصب عليها عشان اتسببت في موت شخص، فالبنت طلعت جري على اوضتها واستخدمت قدراتها عشان تشوف ماري مامتها وشافتها وهي بتتعدم. وهنري هو كمان وصل وما كانش مصدق انه شايف مراته وهي بتنفذ فيها حكم الاعدام ومش قادر يعمل حاجه. ساعتها كلوي استخدمت قدرتها واتحكمت في عقل الدكتور اللي هينفذ الاعدام وخلته يموت نفسه، وبعدين دخلت عقل الحارس واجبرته انه يحرر مامتها. وقتها العميله راي خبطت على باب البيت، فهنري وقف الوقت لحد ما يشوف هيتصرف ازاي، وقرر انه يغير هدومه وينتحل شخصيه سمسار عقارات، وقال ان اداله الماده اللي بيخفي بيها اثار الدم من عينه. وبعدها شغل الوقت تاني ودخل راي البيت، ولما فحصت عينه ما لقتش اثار دم. كل ده بيحصل وكلوي بتنفذ خطتها وبتهرب مامتها من الحبس، وألين راح يساعد هنري، لكن راي اكتشفت انهم من الفريكس فضربت هنري بالنار، وألين اختفى قبل ما تضربه. وبعدين شافت كلوي وهي بتحرر مامتها فضربت عليها نار، لكن ألين وقف بينهم واخد الرصاصه مكانها. ساعتها كلوي
دخلت عقل راي وخلتها تضرب نفسها بالنار، وبعدين كملت خطة هروب مامتها وقدرت انها تخلي الحراس يفتحوا الباب. واول ما ميري خرجت استخدمت قدرتها وطارت بعيد عن المكان. في الوقت ده كان الشرطة حاصرت البيت من كل اتجاه، وكلوي اغمى عليها بعد ما استخدمت قدرتها لفترة اطول من اللازم. في نفس الوقت كان في صاروخ هيضرب البيت، فهنري وهو مصاب استخدم قدرته لاخر مرة وبطأ الصاروخ وشال بنته وطلع بيها بره البيت وهو بيتدمر. ولما كلوي صحت لقت باباها بيطلع في الروح وبيودعها وبيطلب منها تسامحه. وقتها كانت الشرطة بتدور عليهم وبتضرب نار، لكن ضرب النار وقف فجأة لما ميري مامتها وصلت ودمرت كل عملاء ADF. وفي النهاية ميري وعدت بنتها انها هتحميها وهتفضل طول عمرها جنب منها، واخدتها وطارت بعيد. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت.